السلام عليكم. والنهارده ان شاء الله هنعمل صينيه بطاطس. احنا معانا هنا آه، كميه البطاطس طبعا دي اختيار يا جماعه حسب العدد طبعا. هنعمل معانا البصل قطعناه شرايح. طبعا لو عايزين الصينيه بطاطس طعمها حلو جدا ويمكن تركاتها وزي ما بنقول كده حركاتها وتركاتها واسرارها، عندنا نزود كميه البصل فيها. عندك فصين 3 توم. عندك في معلقه كمون صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناعمه. طبعا والطماطم يفضل انها تكون فريش، يعني الافضل لصينيه البطاطس الطماطم تكون معصوره فريش. ممكن نحط معلقتين صلصه مفيش مشكله معاها، لكن هي تكون طماطم فريش لسه جايه، او طماطم موجوده يعني بس لسه معصوره يا جماعه، مش مسبكه. احنا طبعا هنبدا نصفي الميه. احنا عينا في الميه من بدري عشان بعد ما قطعناها طبعا بنصفي الميه منها. وبعد كده بنبدا نحط في الصينيه من تحت جزء من البصل، وهنبدا نحط البطاطس. طبعا بان احنا هنعمل بطاطس لوحدها فما يعني ايه هنحطها كده بشكل عشوائي، وبعد كده نبدا نظبطها. حطينا البطاطس وحطينا البصل، هنكمل كميه البصل بنفرده فوقيه طبعا، جزء تحت وجزء فوق، او نقلبه كله مع بعض. انا كنت هنا رشه على البصل حبه ملح وفلفل عشان ريحه البصل بس كانت شديده شويه، الابيض دوت شديد شويه. وهنبدا نحط الثوم، هنقطعه شرايح صغيره. اللي حابب يدوقه مفيش مشكله. وهننزل هنا الفلفل والكمون والكزبره. طبعا الكمون يكون حبه كويسين كده الافضل يعني. وهنبدا نجيب رشه ملح، طبعا لسه ما عملناش الملح. طبعا الملح لما بتغلي الصلصه بنعرف ان كان محتاجه تاني ولا لا. وهنا هنبدا نحط عصير الطماطم. طبعا انا عامله طماطم وحاطه فوقيها يا جماعه معلقتين صلصه، لكن هي الطماطم لسه معصوره دلوقتي حالا. احنا بقى هنحط لها اللي حابب ماده دهنيه بقى زيت او سمنه. طبعا مش هنحط كتير. لو حابين هنا لو معانا فراخ ولا او لحمه او حاجه نحطها معاها، ممكن بعد التلات ارباع التسويه بتاعه البطاطس ممكن لو عندنا فراخ مسلوقه ممكن نحطها على الوش تاخد جزء من الصوص، وفي نفس الوقت تستوي معاها. وممكن نحطها في الفرن مع الصلصه تبقى طعمها حلو جدا. لان انا ما بفضلش احطها في الاول عشان طبعا البطاطس بتستوي بسرعه، وممكن الفراخ تكون ما استوتش، فالافضل انها تكون على الاقل مسلوقه تلات ارباع سلقه او حاجه. وبعد كده نحطها مع البطاطس. احنا نحطها بقى في الفرن او على البوتاجاز، وبعد كده نرجع لكم. كده هنعمل بقى الرز. احنا عملنا البطاطس حطيناها على النار اهي سايبينها تستوي، مش هندخلها الفرن دلوقتي الا لما تستوي خالص. هنبدا نحط الشعريه، حطينا ماده دهنيه زيت او سمنه او زيت وسمنه اللي يريحنا يا جماعه. هنعلي النار بقى. هنا هنسيب هنعلي النار عشان الشعريه تبدا تستوي تحمر شويه معانا. ونكون طبعا غاسلين الرز لان الشعريه ما بتاخدش وقت معانا خالص على النار. طبعا البطاطس زي ما احنا شايفين تبدا تغلي. طبعا
طبعا كده ايه الشعريه بتحمر يا جماعه، قربت يعني خلاص. هنحط الرز فيها. بقت اللون اللي هو الاحمر دوت لو احنا شايفين. طبعا احنا غاسلين الرز من شويه. نبدا نقلبه بقى. ونبدا نجيب الملح، نجيب لها الميه الاول. طبعا لو عندنا مرقه فراخ او لحم وحد حابب يضيف غير الميه دي برضو مفيش مشكله. بنحط كميه الملح المناسبه. ننزل كل الحاجات اللي في الجوانب دي عشان ما تتحرقش او تنشف مننا. وبعد كده نكمل التزويد اللي هي الميه بتاعته بالرز. طبعا هو كده مش محتاج غير ان نغطيه بس، مش هنحتاج حاجه تاني. وهنبدا نقلبه وبعد كده هنبدا ايه نغطيه. طبعا احنا هنا كده فتحنا على الرز، الميه بتاعته اتشربت خلاص. هيحتاج مننا بقى ايه يعني بالظبط كده، يعني زي ما نقول معلقتين 3 كده ميه. فهنحط ميه دافيه، هنحطها حاجه بسيطه خالص في الجوانب. طبعا كل واحده بتعمل الرز تبقى عارفه ايه كميه الميه اللي بتحتاجها الرز وهي عاملاه. ما بنزودش عليه، تقليبتين كده ونبدا نسيبه. ونبدا نسيبه بقى ونهدي عليه النار خالص عشان يبدا يستوي مع نفسه. والبطاطس لسه شويه بقى فهنوريها لكم. احنا كده البطاطس كده استوت. احنا بقى هنشيلها نحطها في الفرن تاخد وش. لو بقى لو في فراخ في لحمه اي حاجه حابين نحطها على الوش تاخد تحميره معاها، مفيش مشكله. ممكن في خلال دقيقتين تستوي الاول مع الصوص بتاعها دوت، وبعد كده تتحمر معاها. احنا هنحطها بقى ونرجع لكم. ورجعت لكم تاني. احنا هنا خلصنا صينيه البطاطس يا جماعه، لسه طالعه من الفرن. طبعا خدت وش زي ما انتم شايفين. اللي حابب يحط عليها طماطم يحط عليها فلفل. وطبعا عملنا معاها الرز بالشعريه معانا اهوت. عملنا معاها الرز بالشعريه. واللي حابب يحط طبعا لو في فراخ او في اي حاجه ممكن نحطها على وش الصينيه مفيش مشكله. لو معموله ساده برضو صينيه البطاطس اصلا مش محتاجه حاجه خالص جنبها، بقى حلوه جدا مع شويه سلطه مع خضره. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب بالهنا والشفا. ورجعت لكم تاني. احنا كده خلصنا صينيه البطاطس يا جماعه بعد الفرن. خدت الوش في الفرن. طبعا شكلها حلو جدا والطعم لذيذ. وما قلت لكم نكتر البصل شويه، معلقه الكمون، الفلفل، الكزبره الناعمه، كل ده بيديها طعم حلو جدا وعن تجربه يعني. واللي حابب يجربها هيعرف اللي انا بقوله دوت. طبعا الطماطم الفريش تبقى افضل يعني. احنا ساعات احيانا بنحط عليها طبعا الطماطم متسبكه، بس هي الافضل للطعم بتاعها فعلا الطماطم الفريش، عصير الطماطم. وممكن معلقتين صلصه عشان اللون طبعا يعني اضافه بس. حاجه بسيطه وسهله وسريعه. وعندنا معاها رز بالشعريه طبعا، طبق سهل وسريع. والكل بيحب الرز بالشعريه او رز حبه وحبه او رز ابيض اللي يريحنا يا جماعه. اتمنى انها تعجبكم.